ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده مختلف زي ما انتم شايفين كده، انا بصور لاول مره على اضاءه الشمس، فقولولي كده احلى ولا نرجع تاني مكاننا؟ اوكي، هستنى رايكم. فيديو النهارده بصراحه مختلف ومحبب جدا لقلبي. جماعه انا اصغر واحده في اخواتي، اوكي، وعندي 2 اخوات بنات اكبر مني. فاختي الاكبر مني بالظبط دايما 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 كلامها بيصيب، مهما حاولت اوح معاها انه لا ده مش هيحصل، لا إيه، لا انتي فاهمه غلط، لا يا جماعه في الاخر بعرف ان كلامها كان صح، وكان لازم اسمع كلامها من الاول. فبصراحه هي ملهاش قوي في جو الفيديوهات ده، فانا قلت لها تعالي بقى بصوا عصرتها لكم كده، طلعت منها محتوى. قلت لها اول حاجه انا محتاجه ان انتي تديني نصايح، لان زي ما قلت لكم هي دايما كلامها ونصايحها بيطلعوا صح. في كام نصيحه هي قالتها لنا انا كتبتها، وفي كام نصيحه انا فاكره ان هي قالتهم لي وفادوني جدا جدا جدا، فانا هقولها لكم برضو ان شاء الله افتكرها. فاحنا هنقول النهارده النصايح اللي ميوي قالتها لي، اوكي، وباقي الفيديو هندردش كده، وان شاء الله الفيديو ما يطولش مني، بس بصراحه وحشني جدا ان انا اصور يوتيوب، فيلا خلينا نبدا على طول. اول نصيحه لميوي، والنصيحه دي انا قلتها لكم قبل كده اعتقد في فيديو من الفيديوهات، وهي ان اختاري معاركك. بمعنى ان مش اي حد يستاهل ان انتي تدخلي معاه في معركه، اوكي، مش اي حد ان انتي تجادلي معاه وتقفي معاه كتير. فاهماني؟ انتوا لو حسيتوا ان انا ببص تحت كتير، انتوا طبعا عارفين ان انا ما بقدرش اعمل حاجه من غير النوت بوك بتاعتي. ف آم، انا كاتباهم بصراحه لان هي بعتتهم لي واتساب على الموبايل اللي انا بصور بيه، فمش هنعرف، احنا كتبناهم عملنا اللي علينا وزياده. طيب، تاني نصيحه قالت لي ان اي مكان جديد بتروحيه، شغل او اي مكان عامه بتروحيه، اول فتره بنراقب بعينينا بس ما بنتكلمش. مش معنى ان انت ما تتكلميش خالص، لا اتكلمي بس ما تهزريش وتاخدي وتدي قوي مع الناس كانك يعني ايه كده صاحبتهم، لا انت مش صاحبتهم. اوكي، انت راقبي كده من بعيد لحد ما تفهمي شخصيه كل واحد معاكي في المكان. النصيحه التالتة لميوي، وبالمناسبه هي تعبانه شويه فادعوا لها. تالت نصيحة هي مرتبطة جدا بالنصيحة التانية، هي قالت لي كده بالحرف: بعد ما تراقبي في المكان الجديد اللي انت روحتي، تراقبي كل الناس وكل الاشخاص لفترة معينة، انت بتكوني خلاص حفظتي المكان رايح لفين، بيتعاملوا ازاي، ايه بيحصل ايه ما بيحصلش، وهكذا. بعد ما بتعملي كل ده بتصاحبي اسوأ واصعب شخصية في المكان. بالظبط. عايزة اقول حاجة بس عشان ما تبدأوش تهاجموا كده مرة واحدة. مي شخص عملي جدا 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 اختي، ونصايحها بجد يعني اللي هو ايه، مش حد بيسيسك فهيقول لك بصي طب انتي ممكن لا، هي بتديكي المعلومه كده طخ في وشك، اوكي، ما خبطش، اوكي. هي بتديكي المعلومه طخ في وشك كده، انتي في الاول بتحسيها ان هي ويرد قوي، المعلومه ممكن تكون توكسيك شويه وما بتاخديش بيها، بس في الاخر بتاخدي على دماغك وبتفتكري ان هي كلامها كان صح، اوكي. فخلونا معاها. انا سالتها بصراحه ليه انا اصاحب اسوأ شخصيه او اصعب شخصيه في المكان. قالت لي كده بالظبط، اوكي. قالت لي ان ساعتها انت هتتجنبي معارك مع الاصعب، فالباقي هتقدري عليه عادي. وحتى لو انت عصلجت معاكي شويه في الناس الباقيه، فانت معاكي وفي ظهرك الاصعب او الاسوأ في المكان، فهيحميكي. انت حتى لو انت قادره تحمي نفسك وكل حاجه، بس هيساعدك. نصيحه رقم 4 اللي هي قالتها: بصي انت ممكن تكوني سمعتي النصيحة دي كتير، اوكي، وانا سمعتها كتير بصراحة، تيك توك او يوتيوب او في اي حتة سمعتها كتير، بس ما كنتش بقدر اكونترولت، يعني مش بقدر اعمل اللي هي بتقوله بالظبط. في اوقات بتفلت مني عادي، وده طبيعي لان احنا بني ادمين، يعني في حاجات بنزعل ونتقهر عليها عادي. النصيحة اللي هي قالتها لي: لو الموضوع اللي مضايقك دلوقتي مش هيأثر على حياتك كمان 5 سنين، فملهاش لازمة ان انت تزعلي وتتضايقي وتتقهري، اوكي، شقلب وقلب. هي قالت لي كده بالظبط، شقلب وقلب. نصيحة رقم 5 وهي شائكة شوية، ممكن الناس تفهمها غلط. قالت لي ما تخسريش حد forever. ليه؟
أي حد أنتِ ممكن تحتاجيه مع الوقت، سواء تحتاجيه معنويًا أو في الحياة، سواء في شغل أو في أي حاجة تانية، فما تختاريش أي حد forever أبدًا، وخليكِ بتاعة مصلحتِك. أوكي، هي قالت لي خليكِ بتاعة مصلحتِك، بس أنا عايزة أفهمكم حاجة، ما تتخضوش من الكلمة عادي، إحنا عادي نبقى بتوع مصلحتنا، يعني إحنا لو أنا مثلًا ما دوّرتش على مصلحتي وبقيت بادوّر ومهم عندي مصلحتي، مين اللي هيدوّر على مصلحتي؟ فاهمين؟ فمش عيب ولا أنانية ولا غلط إن أنتِ تبقي بتاعة مصلحتِك، بس ما تأذيش حد، ما تجيش على حد علشان تقولي أنا بتاعة مصلحتي لأ. راعي الناس برضه اللي حواليكِ والناس اللي معاكِ، لإن زي ما قُلنا ما تخسريش حد forever. راعي الناس وفي نفس الوقت تكوني بتدوّري على مصلحتِك وبتفكّري فيها، لإن أنتِ لو ما فكّرتيش في مصلحتِك مين ممكن ييجي يفكّر لِك في مصلحتِك؟ بالعقل كده. أوكي؟ بُصّوا يا جماعة، النصيحة رقم 6 هي toxic شوية أو شويتين، بس أنا حبيتها بصراحة منها. هي قالت لي كده، بس هاقراها لكم زي ما قالتها: ما تدّيش للناس وِش دايمًا، يعني مرّة تكوني لطيفة معاهم ومرّة لأ، مرّة تُقفي معاهم وتتكلّمي معاهم ومرّة لأ. ما تخلّيش دايمًا إن هُم عارفين أنتِ بتفكّري في إيه أو خلاص عرفوكِ، لأ، خلّيهم دايمًا يفكّروا إيه ده هي مالها النهارده، هي مش امبارح كانت واقفة معانا وبتتكلّم معانا عادي. هتخلّي الناس طول الوقت تفكّر فيكِ واللي هو طب ما هي كانت كويسة امبارح، طب يشوفوكِ مثلًا النهارده قالبة وشِّك عليهم، تاني يوم هيلاقوكِ واقفة وبتتكلّمي معاهم اللي هو هي مش دي كانت مش طايقانا امبارح. هي toxic شوية، بس بصراحة عجبتني. أوكي، إحنا كده خلّصنا نصايح ميوي. أوكي، وزي ما قُلت لكم ما تنسوش تدعوا لها عشان هي تعبانة شوية. وبصراحة أنا عايزة أقعد أدردش معاكم شوية، وعايزة أتكلّم في موضوع. أوكي، هو إن البنات أو الفيديوز الكتير اللي بتظهر لي بتاعة it girl وthat girl والdiva، يعني لو أنا و100 بنت تانية قررنا إن إحنا هنبقى it girl، أوكي، هنبقى كلنا شبه بعض أو مش شبه بعض، يعني هنبقى فينا كلنا من بعض، ما فيش حاجة هتبقى مميزانا عن غيرنا. لو قارنا أنا مثلا و1000 بنت نبقى ذات جيرل، أوكي، لو 100 بنت تانية أو 1000 بنت تانية قرروا يبقى هما الديفا، هنبقى كلنا شبه بعض، هنبقى كلنا بنتصرف نفس التصرفات. كل الفيديوز اللي بتقول إنه لازم عشان تبقي ديفا اعملي 1 2 3، أوكي النصايح حلوة، بس ما نبقاش copy paste، يعني اللي هو it girl. أنا باشوف والله على البنترست الit girl بتعمل 1 2 3 4، هل المفروض إن أنا أحمّل الصورة وأعمل الit girl بتعمله؟ لأ. أوكي حلوة، اسمعي الفيديوز خدي منهم النصايح الحلوة اللي هتفيدِك، بس في نفس الوقت كده خلّي شخصيتِك طابعة في المكان، فاهماني؟ يعني كوني أنتِ، ومش لازم نقعد نتصنع عشان نبقى it girl أو الديفا. أنتِ ديفا من غير حاجة، أنتِ ديفا بشخصيتِك، بتصرفاتِك، بطريقتِك. حاولي تطلّعي شخصيتِك المدفونة جواكِ اللي أنتِ بتكبتيها علشان تواكبي المجتمع وتواكبي السوشيال ميديا والtrends no baby. اركني كل الكلام ده وخليكِ شخص على طبيعته جدًا، علشان صدقيني لمّا تكوني على طبيعتِك شخصيتِك هتطغى، شخصيتِك اللي ما فيش زيها. يعني أنا دايمًا، دايمًا، دايمًا باقولها لكل صحابي، أنا باحس إن أنا ما اتعوضش أو أنا ما فيش زيي. هو أنا هي رانيا واحدة، أوكي، في بنات كتير اسمها رانيا بس ما فيش حد شبهي، ما فيش حد زيي، ما فيش حد طريقتي، ما فيش حد في صفاتي، ما فيش حد في حنيتي. أنا عارفة إن أنا ما اتعوضش، أوكي، وأنا عارفة إن ما فيش حد زيي وما اتقارنش بحد، ودي مش لا هي أنانية ولا هي غرور، لأ، كل واحد عارف نفسه، عارف الحاجات الكويسة اللي فيه وعارف الحاجات الوحشة اللي فيه. فخليكِ عارفة إن أنتِ أوكي، أنا ما اتعوضتش. كمية الناس اللي طلعت من حياتي ورجعت وهي ندمانة لأن هم لفوا كتير وفي الآخر ما لقوش أي حد زيي، ما لقوش أي حد بشخصيتي وطباعي وطريقتي معاهم وأسلوبي الحلو معاهم، لفوا 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 ما لقوش أي حد زيي، رجعوا تاني. بس it's okay خلاص، أنا بابقى
اديت فرصة و2 و3 و10، وبعد الفرصة ال10 خلاص شكرًا، باي باي. بس هترجعي تاني ندمانة ومش عارفة إيه، أوكي ممكن أرجع معاكِ اللي هو إزيِك عاملة إيه كده، بس عمرنا ما هنرجع صحاب، لإن أنا لمّا طلّعتِك من حياتي وأنا عندي أسبابي اللي تخلّيني ما أفكّرش تاني إن أنا أرجّعِك حياتي. فخليكِ زي ما أنتِ عادي، اتعاملي عادي جدًا، أنتِ لا it girl ولا that girl ولا الديفا، أنتِ أوكي خليكِ ديفا بشخصيتِك، ديفا بطبيعتِك، ديفا بالحاجات اللي أنتِ بتحبيها، ديفا بستايل، خليكِ ديفا أنتِ كديفا، مش إن أنا الديفا بتعمل إيه فعايزة أعمل زيها no baby، خليكِ أنتِ. وصدقيني لمّا تكوني شخصيتِك أنتِ خلاص طلعتِ شخصيتِك الحقيقية وبقيتِ على طبيعتِك وعرفتِ نفسِك كويس وبدأتِ تبيّني أو تبرزي الحاجات الحلوة في شخصيتِك، ساعتها هتحسي إنه it's okay، يعني عادي، أنا ديفا لوحدي من غير ما أبذل أي مجهود إن أنا أكون ديفا، فاهماني؟ بس كده الفيديو لحد هنا يكون خلص، إن شاء الله يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا subscribe ولايك، ثانية واحدة، ولايك، وما تنسوش تروحوا تعملوا لي فولو على انستجرام، الله، هسيب لكم كل اللينكس على description box. هستنى آرائكم على الفيديو ده وعلى نصايح أختي. اوكي طبلوا لأختي لو سمحتوا يا جماعة. ان شاء الله هنعمل فيديوهات تانية كتير، بس انا محتاجة تقولولي الإضاءة دي احلى ولا ارجع تاني مكاني في الأوضة، عشان انا حاسة ان انا عايزة ارجع تاني مكاني في الأوضة. وبس اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك ورأيكم في الكومنتات، اكيد 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 هستناه.